السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. أهلا بيكم، وحشتوني. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى كده هنعمل مع بعض بانيه بطريقة حلوة كده وجميلة، يعني الطريقة المعتادة بتاعتنا، بس أنا هزود عليها شوية حاجات كده بسيطة. هوديها في حتة تانية شوية. تمام. دلوقتي انا معايا بصلة بقطعها اهو في الكبة الصغنونة اللي معايا دي كده. تمام. بصلاية كده. واحط لها بقى ملح. نحط لها ملح كده كويس، زي معلقة صغيرة كده زي الفل. تمام. بعد كده معايا معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة بابريكا، بودرة ثوم، كركم، معايا بهارات فراخ، معايا بودرة بصل، ومعايا فلفل اسود. هحطهم كلهم، كل حاجة معلقة صغيرة معلقة صغيرة، ما عدا البهارات الفراخ بخليها معلقة كبيرة. هحط هنا شوية صويا صوص، وهحط كمان معايا تبس رمان كده. هحط معلقة كبيرة كده تبس رمان. هتوديلي الخلطة دي في حتة تانية خالص، هتخليها لي جميلة جميلة جميلة. تمام. دلوقتي هغطيها وهضربها. ضربتها وحطيتها بقى في البولة بتاعتي كده. تمام زي الفل. اهي. بصوا شكلها حلو ازاي وجميلة ازاي. هنزل بقى شرايح البانيه بتاعتي، وهعمل لها بقى مساج كده بالمعلقة كده. اخليها بقى الخلطة تتخلل فيها كلها من ناحيتين كده زي الفل. قمر قمر ما شاء الله لا قوة الا بالله. تمام زي الفل. بعد ما بتبلها بقى كنت هتبل كل الكمية اللي معايا كده. هقوم مغطية العلبة بتاعتي دي واسيبه قيمة ساعتين كده ولا حاجة في التلاجة. عشان يتبل كويس، احس بطعم التتبيلة كده تبقى جميلة جدا. تمام كده زي الفل. تمام. هغطيها بقى اهو. تمام. وهسيبها شوية وبعدين ارجع لكم. هنا بقى معايا البقسماط بتاعي اهو. معايا زي كوبايتين بقسماط. هحط عليها معلقتين اتنين نشا. النشا دي من الحاجات الجميلة، بتخليه كريسبي وتحفة. ومعايا هنا معلقتين فيجيتار. تمام. هنا بقى معايا ملح، معايا بهارات، ومعايا فلفل اسود وكركم وبودرة ثوم وبودرة بصل. نفس الحاجات اللي حطيتها هنا، بس نخلي بالنا من الملح. تمام. نخلي بالنا من الملح قوي، عشان الملح بيظهر هنا او في البانيه. تمام. هقلبها بقى كويس، الخلطة الجميلة البودر دي كلها زي الفل. تمام. هجيب بقى الخلطة بتاعتي البانيه التتبيلة، انا هكسر عليها بيضة واحدة بس. جميل 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 جميل. هزود عليها سنة فلفل اسود عشان زفارة البيض. وهقلبها بقى فيها كلها. هخلي البيضة بقى تغلف كمية البانيه كلها. تمام زي الفل. بدل ما نطلع من الخلطة ونحط في بيض وبعدين بقسماط. خلاص بقى نخليها كلها كده. وبعدين الخلطة السائلة اللي جوه التتبيلة دي جميلة جدا جدا، فانا مش عايزة افرط فيها برضه. تمام. هاخد بقى منها من قطعة البانيه دي، وهنزل بقى في البقسماط بتاعي الحلو ده. وهضغط عليه بقى كويس في قلب البقسماط كده. بص انا حطيته اهو. بص بغطيه ازاي بالبقسماط، ازاي هتك عليه بقى كده، اضغط عليه كده ما بين كفوفي كمان بعد كده اما اطلعه، عشان الكفر بتاع البقسماط ده يمسك على على البانيه نفسه. تمام. هنفضل بقى نتك. بص انا بضغط عليه ازاي، بضغط عليه كويس جدا جدا. تمام. بضغط عليه ازاي، بص بضغط عليه ازاي بايدي بصوابعي كلها، وبطلعته اهو وحطيته بين كفوفي وبضغط عليه كويس. وهحطه في طبق. هخلص كل الكمية واحطها في طبق جنبي واخليها تستريح شوية في التلاجة. تمام. بعد ما تستريح شوية في التلاجة اكون معايا زيت غسيل سخن. تمام كده زي الفل. هنزل عليه بقى، بس ما نملاش الطاسه بتاعتنا قوي بالبانيه، علشان نعرف نقلبه ونعرف ياخد راحته كده في الطاسه، ما يبقاش الطاسه مكبوسه ومليانه كده ومش عارفين نعمل فيه عشان دي حاجات بردك من عوامل النجاح ان الكفر بتاع البانيه ما يطلعش منه. تمام كده. في تكات كده وحاجات لازم وبص هو كمان، وانا ما جيت احطها في طاسه الزيت، خدت حتة البانيه وكبست عليها تاني بين كفوف ايدي، ضغطت عليها تاني. تمام. بص بقلبها اهو في الطاسة بالراحة كده وعلى مهلنا. انا بقى المفروض ان انا اطلعها في المرحلة دي وهي لونها فاتح كده، بس انا بحبها اتك شوية في السوا.
أنا بحب الحاجة تبقى طرية اكتر، بتك عليها شوية بس صغيرين كده في السوا، وعشان يبقى حاسة ان هو مستوي كويس من جوه، لان قطعة البانيه عندي كانت يعني تخينة شوية، مش كانت رفيعة. تمام، زي الفل. ومعايا مصفى، ومصفى تحتها طبق ويتصفي الزيت بتاعها خالص، وبحط بقى تاني على طول في الطاسه. دلوقتي انا خلصت كميه البانيه بتاعتي اهي. الله 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 الله، بصي جميله ازاي، جميله ومقرمشه من بره وطريه من جوه وجوسي وزي الفل وزي القمر. طبعا عملت جنبها مكرونه حمراء كده، جميله جميله. لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لي لايك وشير وكومنت، ويفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، يوصلكم كل اشعار فيديوهات. كان معاكم مطبخ هند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.